السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة قناة ملذ وطاب مع رندا محمد جايبالكوا طريقة تخليل اللفت ده. اللفت كل الستات والناس كلها بتعرف تخلله. لا يا حلوة، تعالي بس اقولك، اللفت ما بيبقاش موجود طول السنة، صح ولا غلط؟ وبيجي علينا اوقات بيبقى نفسنا فيه جدا ونروح نشتري من بتوع الترشي بالمحلات، بيبقى غالي وما بيبقاش حلو، ما بيبقاش مظبوط قوي. تعالي انا اقولك بقى ازاي تخزني اللفت ويقعد عندك من 6 شهور ل7 شهور زي بتوع الترشي بالظبط، واحلى كمان وانضف. يلا معايا بقى اللفت اهو. انا جايباه اللفتايه بقى الحلوه، تعرفيها منين؟ سواء صغيره او كبيره. بصوا، سواء صغيرة أو كبيرة، لما تتكي عليها كده جامدة تقيلة. واخدين بالكم يا حبايبي؟ عشان لما تيجي تشتري اللفت ما يضحكش عليك. واخداه بقى ومنضفاه وغسلاه. اللفت ما يتغسلش وهو متقطع، واللفت ما يتغسلش وهو متقشر، ولا تقشري ولا تيجي ناحيته خالص. انت تشيلي بس الحاجات الخضرة منه كده، ويتغسل ويتنشف تنشفة اللي هي. وتبدأي بقى الخطوات معانا. تخزين اللفت لمدة 6 شهور أو 7. تطلعي بقى في رمضان، تطلعيه في الصيف واللفت مش موجود، انت يبقى عندك. هنعمل على رمضان بطرمان كده الترش المشكل، هيبقى عندي من ضمن المكونات لفت. وفي الوقت دوت ما بيبقاش موجود في السوق. يلا بينا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه، وايه المكونات اللي هنستخدمها والتركات والحركات مع رندا محمد. معايا بقى البطرمان بتاعي. البطرمان بتاعي يبقى مغسول ومتعقم. متعقم ازاي؟ بعد ما تغسليه وتنشفيه كويس قوي، تحطي فيه قد مقدار كده فنجان صغير خل، وتقعدي تحركيه بقى كده وهو متغطي. الخل ايه؟ يدخل كل القلب بتاع البطرمان كده، يتشبع بالخل اللي انت بتعملي فيه. وبعد كده تصفيه منه وما تنشفوش بقى، سيبيه كده. انت صفي بس تدلقي منه الخل، وهو بقى خلاص على كده هيبقى كده متعقم وزي الفل. الكلام دوت للبرطمانات الازاز والبرطمانات البلاستيك، لان البلاستيك يا حلوين ما ينفعش يتعقم في الميكروويف ولا في الفرن. يعني انت لو انت متعوده تعقمي الازاز في الميكروويف او الفرن اوكي ماشي، لكن البلاستيك ما ينفعش. واللفت ممكن يتخلل في الازاز، ممكن يتخلل في البلاستيك. انا النهارده هخلله في البلاستيك. هنعمل ايه؟ هننزل باللفت بتاعنا الحلو دوت في البطرمان كده. انا غسلاه ومنضفاه صحيح، شايفين؟ انا شايله منه بس ايه؟ الحته الخضره دي، ومنضفاه بقى، ولا شعرايه كده ولا حاجه، زي الفل. هننزله بقى، ولو هي اللفتايه كبيره بنزقها بقى بايدينا كده. يلا هننزل بقى واحده واحده كده اهو، زي ما انتوا شايفين. مليت البطرمان، وعلى قد ما تقدري تبقي مزنقاه عشان لما الميه تتحط فيه ما يترفعش لفوق. عشان نعمل بقى اللفت الجميل بتاعنا دوت يقعد معانا 6 أو 7 شهور. هنعمل ايه؟ انا جايبه بنجر بشرته، وحطيت عليه كوبايه ميه. كوبايه الميه دي نقعت فيها البنجر المبشور، وبعد كده صفيتها. ليه صفيتها؟ عشان البنجر لما بيقعد في المخلل او الترشي او اللي هي اللفت والحاجات اللي هي هنخللها مدة طويلة، بيغير لونه وبيغير طعمه. فانا مش عايزاه يتغير الطعم ولا اللون، لان هيقعد عندي مدة طويلة. لكن اللي انا بعمله وباكله بعد 3 4 ايام عادي، بحط فيه على اللفت البنجر، ما يجراش حاجة، لان مش هيلحق يغير لي لونه ولا طعمه. خلاص، يبقى انا كده كوباية من مية البنجر المبشور هنزل بيها على اللتر. بصوا بقى، لتر المية عليه 4 معالق ملح هرمية، 4 معالق كبار ملح هرمية. انت بقى انت هتتحكمي في كمية المية اللي هتعمليها، على اساس ان انت عارفة اللفت بتاعك هياخد قد ايه مية. اللتر بياخد 4 معالق هرمية. بقى شايفين المعلقة مليانة ازاي؟
4 معالق هرمية. اللتر عليه 4 معالق هرمية. خلاص كده. ماشي. هتحسبي اللتر بتاع الميه وتحسبي معاه الكوبايه. يعني لو انت عامله لترين ميه نقصي كوبايه من اللترين، عشان انت اساسا حاطه كوبايه ميه بنجر مبشور. خلاص هننزل بقى كده على الميه بتاعتنا بميه البنجر، وهنقلب بقى كويس قوي. ما ينفعش تخليه الملح مش متقلب، تقلبيه كويس جدا وتنزلي بقى بيه على اللفت ده. وهقولك بعد ما اقلبه هنعمل ايه. لتر المية عليه 4 معالق ملح هرمية، بس المية بتاعة البنجر المبشور بتتحسب من ضمن اللتر. خلاص. هتعملي لتر مية وهتحطي له نص كوباية مية بنجر، يبقى تخصمي النص ده من اللتر بتاع المية عشان المية ما تزيدش عليه. وهننزل بقى بالملح والمية البنجر كده يا حلاوة الشكل. المية طبعا بتاعتي مغلية وسبتها لما تبرد. لازم 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 المية تبقى مغطية اللفت كله زي ما انتوا شايفين كده. لازم المية بتاعتي تبقى مغطية اللفت كله، مفيش حتة لفتة باينة من غير مية. طبعا هنقفل عليه كويس قوي وبسيبه 20 يوم بره التلاجة. ما بحطهوش في التلاجة. اول ما يعدي 20 يوم بروح حطاه بقى في التلاجة، يفضل عندك من 6 ل7 شهور. وبعد كده لما تيجي بقى تستخدميه وتطلعيه، تطلعي بقى تعملي له تقطعيه طبعا بالطريقه اللي انت عايزاها، سواء بالسكينه او بالقطاعه بتاعه المخللات، يعني زي ما انت عايزه. بتعملي له بقى محلول ميه برضو تكون مغليه وبارده، بتحطي عليها اللتر عليه معلقتين خل ومعلقه سكر وتحطيه في قلبيه، وهيبقى معاكي احلى لفت يقعد معاكي 6-7 شهور. يعني انت دلوقتي لما تعمليه حاولي تنسيه وكلي من اللي انت عاملاه وهو اللفت موجود. ده بقى خليه للوقت اللي ما بيبقاش موجود فيه اللفت، يبقى معاكي حلوة قوي 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 كده على رمضان. ولو هتعملي برطمان مشكل هتاخدي منه وتحطي مع الجزر والخيار والحاجات الجميلة اللي تفتح النفس دي. وكل سنة وانتم طيبين. شايفين جماله؟ انا مش عايزة اتكلم، اهو البطرمان بيتكلم عن نفسه. شفتوا بقى حركات وتريكات ملذ وطاب مع رندا محمد. اقول لكم ايه، اقول لكم قناه ملذ وطاب مع رندا محمد هتلاقوا فيها اطيب الاكلات واطيب الوصفات. سلام عليكم.